السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم أبطال تانية إعدادي؟ ازيكم يا باشمهندسين؟ ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بإذن الله تعالى هنكمل حل الأسئلة المقالية للدرس التاني. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توكلنا على الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن جئت جعلت الصعب ايه سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة عندنا بيقول لك ما المقصود بدرجة الانصهار؟ والله درجة الانصهار هو عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة مين يا شباب؟ إلى الحالة السائلة. تمام. ودرجة الغليان هي عملية تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند درجة الحرارة المعروفة اللي هي عند 100 درجة سيليزيوس. تالت حاجة عندنا وهي التسامي. التسامي هي عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة مين؟ دون المرور بالحالة السائلة. تمام. عملية التساقط هي عملية تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة دون المرور بالحالة السائلة. دون المرور بالحالة مين؟ بالحالة السائلة. تمام. الثلج الجاف هو ثاني أكسيد الكربون الصلب. دي الثلج الايه؟ الجاف، ثاني أكسيد الكربون في الحالة الصلبة. تمام. الهيدرولوجيا هو علم دورات المياه في الطبيعة. علم دورات المياه في ايه؟ في الطبيعة. تمام. نخش بعد كده على تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بالتسخين. هنقول لاكتساب المادة طاقة حرارية مما يؤدي إلى زيادة سرعة جزيئاتها، وبالتالي تكتسب طاقة حرارية فتزيد سرعة جزيئاتها، فبالتالي تتحول إلى إيه؟ تتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. بيقولك ليه علل تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية؟ نفس الإجابة برضو، لاكتساب جزيئات المادة طاقة حرارية مما يزيد من حركة جزيئاتها، وبالتالي تتغير ايه؟ تتحول المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية. بيقولك أثناء عمليتي الانصهار والغليان تظل درجة الحرارة ثابتة بالرغم من الاستمرار بالتسخين. قلنا لأن في مرحلة الانصهار والغليان تظل العملية أو تأخذ العملية فترة زمنية. تمام. فترة ايه؟ زمنية. بقول لك يمكن تحقق من مدى نقاء المواد بقياس درجة انصهارها ودرجة غليانها بالقيم الثابتة لها، وهي في الحالة النقية. علل. هنقول لأن عند إضافة شائبة في مادة نقية تغير من درجة غليانها، وبالتالي تغير من درجة ايه؟ انصهارها. تمام. شفت يا شباب الإجابات بسيطة ازاي وسهلة ازاي؟ انت فاهم الشرح وفاهم الدنيا هتعرف تحل بكل بساطة وبكل سهولة. بقول لك علل انخفاض درجة غليان الماء النقي عن 100 على قمم الجبال. هنقول لأن بالارتفاع على قمم الجبال إلى أعلى تنخفض مين؟ تنخفض الجاذبية، ينخفض الضغط الجوي. تمام. وبالتالي أو يقل الضغط الجوي. تمام. يقل الضغط الجوي. اللي بيحصل أول حاجة هنقول لأن ارتفاعنا إلى أعلى يؤدي إلى أو يقل. لا، بصوا إجابة السؤال هنقول لأن الضغط الجوي بيقل كلما ارتفعنا إلى إيه؟ كلما ارتفعنا إلى أعلى، وبالتالي يقل درجة الغليان. درجة مين؟ الغليان. والعلاقة بينهم مش زي ما احنا عارفين علاقة طردية. تمام. بقول لك يقل استهلاك الوقود عند الطهي بالقدر الكاتم. أقول لأن القدر الكاتم يحفظ مين؟ درجة الحرارة، وبالتالي يزيد الضغط. لأن القدر الكاتم يحفظ درجة الحرارة. تمام. مما يقلل
من عملية من ما يقل من عملية أو ما يقل من عملية طهي الطعام. تمام. ارتفاع درجة غليان محلول سكر الجلوكوز عن درجة غليان الماء المقطر. هنقول لأن محلول سكر الجلوكوز يؤدي إلى ارتفاع درجة غليان الماء عن 100 درجة سيليزيوس. تمام يا شباب. تمام. شفت الإجابات بسيطة ازاي؟ بقول لك علل تكون قطرات مائية على سطح الخارجي لكوب به ماء ثلج. هنقول لتكثف، هنقول لأن نتيجة فقد التلج لدرجة الحرارة أو نتيجة لانصهار التلج يؤدي إلى تكثف قطرات الماء على على السطح الخارجي للكوب. بيقول لك تحول الثلج إلى ماء عند تركه في مكان مفتوح. التلج بيتحول لماء عند تركه في مكان مفتوح. هنقول لاكتساب التلج طاقة حرارية من الوسط المحيط. بيقول لك يتجمد الماء في المناطق القطبية. علل. هنقول لفقده للطاقة الحرارية. بيقول لك تحولات المادة من حالة لحالة أخرى عمليات انعكاسية. هنقول لأن تحول المادة من صورة إلى أخرى. بيقول لك تحولات المادة من حالة إلى أخرى هي تحولات أو عمليات انعكاسية. علل. هي ليه عمليات انعكاسية؟ لأنها تحولها من صورة إلى أخرى، إلى أخرى. تستغرق عملية التبخر فترة زمنية أطول من عملية الغليان. أو لأن عملية التبخر تتم بدون مصدر حراري. ده الفرق ما بين تجفف الملابس المبللة في فصل الصيف أسرع من جفافها في فصل الشتاء. هنقول لأن درجة حرارة الوسط المحيط في فصل الصيف تكون أكبر مما في فصل الشتاء. تمام يا شباب. أوزع على الخط بس لغاية ما نجيب قلم نضيف كده نظبط بالكلام. تمام. استحملوا بس الفيديو ده. بقولك زيادة معدل التبخر عند ارتفاع درجة الحرارة. ليه معدل التبخر بيزداد عند ارتفاع درجة الحرارة؟ هنقول لأن بارتفاع درجة الحرارة يؤدي ليه معدل التبخر ليه بيزيد معدل التبخر بارتفاع درجة الحرارة؟ هنقول لأن بارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى ارتفاع أو زيادة سرعة جزيئات المادة، وبالتالي يؤدي إلى إلى زيادة معدل التبخر. بيقول لك زيادة معدل التبخر عن زيادة مساحة السطح السائل المعرضة للتبخر. هنقول لأن كلما زادت مساحة سطح السائل زادت معدل التبخر. علاقة بينهم علاقة طردية، وبرضو ما بين 14 علاقة طردية. زيادة معدل التبخر عن زيادة سرعة التيارات الهوائية، لأن بزيادة سرعة التيارات الهوائية يزداد معدل التبخر. بيقول لك الشعور بالضيق في الطقس الحار الرطب. هنقول لأن بزيادة نسبة الرطوبة في الهواء الجوي يؤدي إلى يؤدي إلى الشعور بالضيق في الطقس الحار الرطب، لأن زيادة نسبة الرطوبة في الطقس يؤدي إلى يؤدي الشعور بالاختناق. بيقولك ماذا يحدث اكتساب المادة الصلبة طاقة حرارية؟ يحدث تتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. اكتساب المادة السائلة طاقة حرارية، تتحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. استمرار اكتساب التلج المزيد من الطاقة الحرارية أثناء عملية الانصهار يتحول بالكامل إلى ماء. بقول لك انخفاض الضغط الجوي المؤثر على الماء النقي عن الضغط الجوي المعتاد. ليه انخفاض الضغط الجوي المؤثر على الماء النقي
عن الضغط الجوي المعتاد. ماذا يحدث لو انخفض الضغط الجوي المؤثر على الماء النقي عن الضغط الجوي المعتاد اللي هو 1؟ لو قل عن كده ايه اللي هيحصل؟ قلنا العلاقة بين الضغط الجوي وما بين الغليان علاقة ايه؟ علاقة بين الضغط الجوي وما بين الغليان، كلما ارتفعنا الى اعلى قل الضغط الجوي، فايه اللي يحصل للغليان؟ هيقل الغليان. تمام، يبقى علاقة بينهم علاقة طردية. ولكن في السؤال ده بيقول لك كلما انخفاض الضغط الجوي انخفض المؤثر على الماء النقي عن ضغط الجو المعتاد، لما ينخفض الضغط الجوي. يعني ايه ينخفض؟ يعني بيقل الضغط الجوي، يعني ما كده ان احنا بنرتفع لأعلى، فايه اللي هيحصل للماء النقي؟ هنقول هيقل الغليان، تمام، ويزداد الانصهار او التجمد. تمام. بيقول لك انخفاض درجة حرارة بخار الماء الموجودة في الهواء إلى أقل من 0. ماذا يحدث لو درجة حرارة بخار الماء الموجودة في الهواء قلت إلى 0، إلى أقل من 0؟ هنقول يحدث ظاهرة الصقيع. يحدث ظاهرة إيه يا شباب؟ ظاهرة الصقيع. تمام. بيقول لك ترك قطع من الثلج في الهواء الجوي فترة زمنية يؤدي إلى أو يحدث عملية انصهار. يحدث عملية مين؟ انصهار. ترك الثلج الجاف في مكان مفتوح يتحول إلى ثاني أكسيد الكربون. تسخين يحصل له انصهار. تسخين اليود الصلب، لما بنسخن اليود الصلب يتحول إلى بخار اليود. ماذا يحدث تعرض رذاذ شراب مركز من القهوة العادية لهواء جاف شديد الحرارة؟ يؤدي أو يحدث تبخر. يحدث ايه؟ تبخر لجزيئات الماء فيتبقى حبيبات القهوة الفورية. تمام. قارن بين انصهار، بقول لك قارن ما بين درجة انصهار الجليد ودرجة غليان الماء. والله درجة انصهار الجليد كام؟ 0 درجة سيليزيوس، ودرجة غليان الماء 100 درجة سيليزيوس. تمام. ما بين عملية الانصهار وعملية التجمد. عملية الانصهار تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند اكتسابها لحرارة. عملية التجمد تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عند فقدها طاقة حرارية. عملية التبخر والتكاثف. التبخر تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية عند اكتسابها لطاقة حرارة. عملية التكاثف تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة الصلبة عند فقدها لدرجة الحرارة. شفتوا سبب سهولة الحل؟ عملية التسامي وعملية التساقط مع ذكر أمثلة. عملية التسامي يتحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. زي مين؟ زي اليود الصلب، وزي مين تاني يا شباب؟ وزي عندنا الثلج الجاف. تمام. عملية بقى التساقط تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة إلى الحالة الصلبة دون مرور بالحالة السائلة. زي مين برضو؟ زي اليود الصلب، وزي مين تاني؟ وزي ظاهرة الصقيع. تمام. نمسح عشان نجاوب على بقية الأسئلة. بعد كده عايز عملية التبخر وعملية الغليان. عملية التبخر يتحول التبخر والغليان. التبخر تحول المادة من الحالة السائلة للحالة الغازية، والغليان من الحالة السائلة للحالة الغازية. ولكن التبخر عند أي درجة حرارة أقل من كام؟ أقل من 100 درجة سيليزيوس. والغليان أكبر أو عند أكبر من أو بتساوي 100 درجة سيليزيوس. تمام يا شباب. تمام. التبخر يحدث بسرعة، يحدث ببطء، أو يأخذ فترة زمنية طويلة.
اما الغليان فترة زمنية ايه قصيرة. بعد كده خش على ادرس الاشكال. بقول لك اذكر اسماء كل من حالات المادة 1 و2 و3. عايز 1 و2 و3. والله 1 لحفظ الرسمة هي عملية 1 ايه، 1 انصهار، عملية انصهار. 2 غليان، و3 تبخر. بعد كده العمليتين اكس واي. اكس ثانية واحدة، عايز حالات المادة، لا معلش يا شباب احنا لخبطنا بينهم. عايز حالات المادة 1 و2 و3. المادة 1 صلب، والمادة 2 سائلة، والمادة 3 غازية. نكمل يا شباب. بعد كده عايز العمليتين اكس وواي. العملية اكس هي عملية انصهار، تمام، عملية ايه انصهار. والعملية واي هي عملية غليان. هو شباب بيسألوك على الرسمة كاملة، تمام. عايز النقطتين A و B. النقطة A ديت درجة انصهار اللي هي بتساوي 0 درجة سيليزيوس، و B درجة غليان اللي هي بتساوي 100 درجة سيليزيوس. تمام يا شباب، تمام. رسمة مهمة جدا تتفهم وتتحفظ. الشكل البياني المقابل يوضح عملية تسخين مادة صلبة، تمام. أي جزء من الشكل البياني يشير إلى وجود المادة في الحالة السائلة فقط، نفس الرسمة اللي فوق. في الحالة السائلة فقط يا شباب، المادة في الحالة السائلة فقط هي من النقطة مين؟ أي نقطة؟ هي النقطة B، شرحناها قبل كده، اللي مش فاهم يرجع لها. النقطة B ديت سائلة فقط، تمام. بقولك في كل من الحالة السائلة والحالة الغازية معا، أي من المواد، أي من النقاط ديت فيها سائلة وغازية معا. سائل وغاز معا هي مين؟ هي من B ل C، من B ل C سائل وغاز معا الاتنين مع بعض، من B ل C. يبقى من ايه؟ من B ل C. أي نقاط تشير إلى حركة الجزيئات بحرية تامة يعني غازية. مين هنا النقاط غازية؟ C ديت غازية. نخش بعد كده في الشكل المقابل. ماذا يحدث لقراءة الترمومتر أثناء انصهار التلج؟ انصهار التلج يعني بيحصل له اكتساب للطاقة الحرارية، فالترمومتر هنقول يزداد قراءة الترمومتر، تمام. عند تسخين الكأس حتى انصهار التلج بالكامل، عند انصهار التلج حتى تسخين الكأس حتى ينصهر التلج بالكامل، هنقول تزداد درجة انصهار الترمومتر إلى كام؟ إلى درجة حرارة أعلى، اللي هي كام يا شباب؟ بص، أثناء الانصهار التلج هتكون درجة حرارة كام؟ الترمومتر هيقرأ درجة حرارة 0 درجة سيليزيوس، تمام. طب انصهار التلج بالكامل درجة حرارة توصل لكام؟ كده خلاص بقى سائل، يعني داخل على مرحلة الغليان، هتبقى 100 يا شباب. شوفوا بيسألكوا على ايه، حاجات مهمة جدا. الأشكال البيانية التالية تمثل العلاقة بين درجة حرارة قطعة تلج عند تسخينها مع الزمن. تلج بنسخنها مع الزمن، قالك بنصهر التلج مع تسخينها مع الزمن، تمام. ايه اللي هيحصل؟ تعال نشوف. 1. أي الأشكال البيانية السابقة يوضح عملية انصهار قطعة التلج بالكامل تليها فترة تسخين، بالكامل تليها فترة مين؟ تسخين. انصهار التلج بالكامل تليها فترة تسخين. أولا انصهار التلج بيبقى ثابت، صح؟ تليها فترة تسخين يعني هتزيد، ثابت ثم النية ايه؟ تزيد، تمام. يبقى ديت غلط، يبقى عندنا رقم ايه؟ 2. ماذا يحدث لدرجة حرارة التلج أثناء انصهاره بالكامل؟ درجة حرارة التلج ايه اللي بتحصل له؟ تزداد. بعد كده من الأشكال التالية اذكر تحولات المادة التي يعبر عنها كل شكل. أول حاجة
1. تحولات المادة من صلبة لسائلة ودي اسمها انصهار. 2. ديت تحولات المادة من سائلة، لا ده عملية مين؟ ظاهرة مين؟ الصقيع، من غازية الى مين؟ ده على اوراق الشجر الى صلب ودي اسمها ايه؟ التساقط. 3 تحولها من سائلة الى غازية وديت الغليان. اذكر تحولات المادة التي تعبر عن كل شكل، ذكرناها. اي الاشكال يعبر عن تحولات المادة بفقد طاقة حرارية؟ بتفقد طاقة حرارية. مين اللي بتفقد طاقة حرارية؟ اللي بتفقد طاقة حرارية رقم 2 عشان بتحول من غاز لصلب اللي هو التساقط. تمام. اكمل. بيقولك تكون طاقة حرارة جسيمات المادة اكبر ما يمكن في الشكل. طاقة حرارة جسيمات المادة اكبر ما يمكن يعني درجة حرارتها اكبر ما يمكن. تمام. يبقى في الشكل كام؟ 3 عشان سخنا فيه. من الشكل المقابل في اي الاناءين يكون معدل التبخر اكبر مع التفسير؟ معدل التبخر والله في 1 هو الاكبر من 2. ليه؟ لان نسبة الرطوبة في 1 اقل من نسبة الرطوبة في مين؟ في 2. واللي مذاكر هيعرف ان احنا بنحل بسرعة ازاي. من الشكل المقابل حدد المتغير المستقل والمتغير التابع. المتغير المستقل قلنا اللي هو مديهولنا. اول حاجة انا بتكلم عن مين؟ على التيارات الهوائية، يبقى التيارات الهوائية هي المتغير المستقل. تمام. والمتغير التابع، المتغير التابع ان هي كل ما زادت التيارات الهوائية، ده المتغير التابع، كل ما زادت التيارات الهوائية زاد معدل التبخر، ده المتغير التابع. ماذا نستنتج؟ نستنتج ان التيارات الهوائية في التيارات الهوائية اسمي دي مثلا 1 ودي 2 في الشكل 2 اكبر من التيارات الهوائية في الشكل مين؟ 1. وبالتالي ان معدل تبخر الشكل 1 معدل تبخر الشكل 2 اكبر من الشكل مين؟ من الشكل 1. اسئلة متنوعة. هل كل ثبات في درجة حرارة الماء لا يعني امتصاص حرارة؟ لا، يمتص حرارة مع التفسير اللي هي درجة مين؟ درجة الغليان. اللي تحت درجة الغليان تفسرها له بقى اللي تحت في درجة مين؟ في درجة او في حالة الغليان. حالة الغليان بتكون ثابتة ولكن بتمتص حرارة طول الفترة دي، عمالة تمتص في حرارة، تمتص حرارة لما تبدأ تزيد. تمام. قام تلميذ في يوم مشمس حار بربط بالون مملوء بالهواء في سور الحديقة. ما تفسيرك لزيادة حجم البالون بعد مضي عدة ساعات؟ يعني بعد عدة ساعات. بالون مملوء بالهواء، تمام، في يوم مشمس ايه؟ حار. ايه اللي هيحصل لحجم البالون؟ هيزداد حجم البالون. ليه؟ لزيادة درجة الحرارة. وايه تاني؟ تزديد طاقة الحركة. وايه؟ وتزداد مسافات البينية، فالحجم هيزيد. تمام. لكل مادة نقية قيمتين ثابتين. بصوا يا شباب بقيت الأسئلة ده واجب عليكم، دي كلها واجب عليكم. تمام. ديت واجب. بعد كده نخش بقى على أسئلة مستويات التفكير العليا. الأسئلة ديت يا شباب أسئلة مهمة جدا جدا جدا. مستويات التفكير العليا على الناس دماغها عالية، فلازم تركزوا معايا. الجدول المقابل يوضح التغيرات الحادثة لإحدى المواد في تجربة علمية. ما العملية التي أدت إلى حدوث هذه التغيرات؟ إزاي؟ أول حاجة هنا الشكل كان محدد بقى غير محدد. شكل محدد فهي مادة صلبة، بقت غير محدد فهي يا إما سائلة يا إما غازية، يا إما سائلة يا إما مين؟ يا إما سائلة يا إما غازية، شكلها غير محدد. طب الحجم كان محدد فيا إما صلبة يا إما سائلة. والتجربة في نهاية التجربة برضو محدد فيا إما صلبة يا إما سائلة. تمام. ما العملية التي أدت حدوث هذه التغيرات من صلبة لسائلة؟
العملية التي أدت إلى حدوث هذه التغيرات. بداية التجربة كانت حجم محدد والشكل محدد. فإيه العملية اللي أدت لحدوث إن هي متحول من الصلب إلى السائل أو من الصلب للغاز؟ يا إما انصهار يا إما التسامي. في عندنا مين؟ الانصهار. لو كان جاب لك تسامي كانت هتبقى صح. إذا كان الشكلين المقابلان يعبر عن جزيئات مادة ما عند درجتي حرارة 48 و 92، فإن درجة انصهارها يمكن أن تكون. بص بقول لك عند درجة حرارة 48 و 92 عايز درجة مين؟ انصهار. يعني ايه انصهار؟ يعني تحول من صلب لسائل. تمام. دي الحالة وقال لك ايه؟ يمكن دون درجة انصهارها من صلب الى سائل. تمام. يعني من 48 ل 92. فعايز درجة الانصهار. والله درجة الانصهار هتكون ما بين دول، اللي هي هتكون اكبر من 48 واقل من 92. دي الانصهار. عايزين اكبر من 48 واقل من 92. ده اقل من 48 اقل من 48 اكبر من 92 غلط، يبقى ج. قامت الميز بتسخين كمية. ليه يا شباب؟ ما احنا لو زودنا عن كده يا شباب عن 92 فدي تبخر، تبقى اقل يبقى دي تجمد، واحنا عايزين انصهار يبقى 91. فهمتوا؟ قامت الميز بتسخين كمية من الماء حتى الغليان، ثم قام بوضعه في مجمد تلجه. اي مال يمثل المنحنى الدالة على التغير في درجات الحرارة. اول حاجة سخنوا فدرجة الحرارة ايه؟ قامت الميز بتسخين كمية من الماء حتى الغليان فدرجة حرارتها زادت. بعد كده حطها في مبرد. ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة قد درجة الحرارة زادت صح، ثم ثبتت عند الغليان. قالك حتى الغليان. بعد كده حطها في مبرد هتبدأ تقل تاني. يبقى عايزين الجزئية بالشكل ده. تمام. الجزئية دي اللي هي كانت ثابتة عند الغليان اللي هي 100، بعد كده بدأت تقل. ثابتة عند الغليان اللي هي 100 بدأت ايه؟ تقل. يبقى فين الاختيار ده؟ ألف. هل تنفع ده؟ اولا ما تبداش عند صفر. لو تبدا عند صفر يبقى دي كده تجمد. قالك هل بدات بتجمد؟ ما بداتش بتجمد. 100 ونزلت مره واحده كده. وازاي؟ كان فين فتره الغليان؟ فين؟ مفيش. المفروض هنا في ثابته في درجه الغليان، يبقى ده غلط. ثابته ومش هتفقد حراره، المفروض تفقد حراره، يبقى ده غلط. تمام يا شباب. ماده مجهوله تكون في الحاله الصلبه عند درجه حراره 90. في الحاله الصلبه عند درجه حراره 90 يعني ديت انصهارها. الانصهار بتاعها 90 معروفه، ما هو الحاله الصلبه على الانصهار. تمام. وفي الحالة الغازية عند درجة حرارة 500. غازية يعني تبخر، اللي هو تنفع برضو غليان عشان التبخر أقل من 100. تبدأ 500 يبقى دي غليان على طول. تمام. يبقى انصهار وغليان. ما درجتي الانصهار والغليان المحتملين لهذه المادة على الترتيب؟ الانصهار والغليان المحتملين لهذه المادة مين؟ على الترتيب. والله الانصهار والغليان، الانصهار هيبقى اكبر من 90 واقل من مين؟ الانصهار اكبر من 90 واقل من 500. اكبر من 90 واقل من 500. ب 510 مش تنفع، يبقى اكبر من 90 واقل من كام؟ من 500. نفس الفكره اللي فوق بالظبط. الجدول المقابل يوضح درجتي تجمد وغليان لمادتين اكس وواي. تجمد ومين؟ وغليان لمادتين اكس وواي. تمام. مع حالتي هاتين المادتين عند 80. درجة تجمد بتاع المادة اكس 110 وغليان كام؟ 190. تعال نشوف. اول حاجة يا شباب، درجة تجمد يعني مادة صلب، وغليان يعني مادة ايه؟ وغليان يعني مادة 190 فدي تبخر يعني غاز. كده خلاص عدت، دي غاز. تمام عشان عدت 100. يبقى صلب وغاز. 50 و230. اول حاجة 80 في الحالة اكس هتبقى فين؟ هتبقى هنا صح؟ قبل 110. تمام. دي صلب، قبله برضو صلب. طب هنا دي سائل، ما هو بعد كده صلب سائل غاز صح؟ طب بعد الغاز برضو غاز صح يا شباب؟ ما هو قبل الصلب صلب وبعد الغاز غاز. طب في النص ما بينهم سائل. هنا 80 صح؟ يبقى في الحالة ايه؟ يبقى هنا في الحالة ايه؟ في الحالة الصلب. يبقى اول حاجة في اكس تبقى صلب. طب واي
80 هتبقى فين؟ هنا ولا هنا في وسطهم؟ لا هتبقى هنا في وسطهم 80. طب ديت قالك في الحالة درجة التجمد دي صلب وديت غاز، يبقى ما بينهم السائل اللي هي اللي فوق اهي، في الحالة كام؟ في درجة حرارة كام؟ 80. يبقى واي سائل، يبقى اكس وواي على الترتيب يبقى صلب وسائل، عايزين صلب وسائل يبقى باء. بيقول لك وده برضه يا شباب السؤالين دول واجب عليكم. تمام تمام، بالذات السؤال دهوت مهم جدا جدا، وده اهو السؤال ده مهم جدا جدا. تمام يا شباب، ده واجب عليكم وده اهم سؤال. طب تيجي نحله. تعالى نحل السؤال ده مهم، ولا اقول لكم لا حلوه، ولو ما فهمتوش اكتبوا لي في التعليقات وهحله لكم في فيديو لوحده. السؤال ده اهو يعني عشان محدش يقول لي انا ما شفتش. بصوا يا شباب، السؤالين ده همت واجب، والسؤال ده اهو مهم. تمام تمام، واللي ما يعرفوش اكتب لي في التعليقات وهحله لكم باذن الله تعالى. بس كده، لا فاضل لنا لسه كام سؤال. تعال نكمل. الاشكال التالية تمثل 4 اواني تحتوي على كميات متساوية من الماء النقي بدرجات حرارة مختلفة، تركت في الهواء الجوي لعدة ساعات. ما رقم الإناء الذي يحتوي على أقل كمية من الماء بمرور الوقت؟ أقل كمية من الماء يعني حصل له تبخر كبير. طب تبخر كبير يبقى درجة حرارته أصلا كانت كبيرة. دور هنا على أكبر درجة حرارة. أكبر درجة حرارة اللي هي مين؟ 3 و2 80 و80. ولكن درجة حرارة برضو كبيرة ومساحة السطح برضو كبيرة، عشان هنا بيتكلم برضو عن مساحة السطح، يبقى عايزين مين؟ يبقى عندنا هنا الحل رقم 2. تمام يا شباب، فهمتها ازاي؟ عشان درجة الحرارة ومساحة السطح هي اللي بتزيد من معدل التبخر. يكون معدل التبخر فيها أقل ما يمكن. أقل ما يمكن على درجة حرارة قليلة ومساحة سطح قليلة. أقل درجة حرارة 25 مساحة سطح أقل واحدة، يبقى رقم 1 الإجابة عندنا. خش على بعض. الشكل المقابل يوضح زجاجة عطر. لماذا يندفع غطاء زجاجة العطر الأعلى عند تركها في مكان فيه شمس؟ هنقول لزيادة حجم الهواء داخل الزجاجة. الحجم بيزيد يا شباب، بصوا ده حجم الهواء هيبدأ يزيد 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 يزيد، بزيادة الحجم هتلاقي الايه الغطاء عمال يندفع 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 لغاية ما يطلع لفوق. تمام. بيقولك لماذا تشعر ببرودة عند وضع العطر على اليد؟ ليه بنشعر ببرودة عند وضع العطر على اليد؟ هنقول لامتصاص اليد لدرجة حرارة العطر. وبكده يبقى خلصنا يا شباب أسئلة الدرس الثاني، وكده يبقى دخلنا على الدرس الثالث، ونقول الحمد لله الذي وفقنا لهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.